الآن قبل ما نتطرق لهذا الحديث لابد أن نشرح بأن رواية الشاب الأمرد رواية صحيحة وردت في كتب السنة. نقول صحيحة أنها وردت في كتب السنة، ولكن انقسم علماء أهل السنة وأئمة أهل السنة إلى قسمين: قسم من ضعف هذه الرواية، وقسم من صحح هذه الرواية مضبوطة ومحصورة في أمر أن هذه الرواية صحيحة برؤية الله عز وجل، رؤيا منام وليست رؤيا عين أو رؤيا حق. أن الرؤيا رؤيا منام. رؤيا منام. من الذين صححوا وأخذوا على عاتقهم تصحيح هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية، والرواية وردت في أكثر من نص أو أكثر من متن لهذه الرواية. على سبيل المثال نقرأ 3 روايات يعني على عجالة، أو نبدأ صدر الرواية الأولى: رأيت ربي في المنام في صورة شاب موقر في خضر. هذه رواية. الرواية الأخرى يذكر أنه رأى ربه عز وجل في المنام. هذه رواية ثانية. الآن نقول أنه في المنام. والرواية الثالثة أنه رأى ربه عز وجل في النوم في صورة شاب ذي وفرة. هذه الروايات التي اعتمد عليها ابن تيمية رحمه الله تعالى، والتي قال في صحة هذه الروايات، أي أن رؤيا الرسول عليه الصلاة والسلام لربه رؤيا منام وليست رؤيا حقيقة.